عمرك سألت نفسك سؤال بسيط جدا؟ أنا فلوسي بتروح فين؟ ليه كل ما أقبض ألاقي نفسي بعد يومين أو 3 مش فاضلي غير الكفة؟ هو أنا اللي بصرف كتير ولا في حاجة غلط في الطريقة اللي بتعامل بيها مع فلوسي؟ النهاردة بإذن الله أنا جاي أقولك على حاجات بسيطة جدا، لو فهمتها وطبقتها حياتك المادية هتتغير 180 درجة حرفيا. والأهم، انت مش محتاج تكون غني علشان تدير فلوسك صح، بالعكس، الناس اللي فلوسها قليلة اكتر ناس محتاجة تديرها صح. مظبوط ولا لا؟ ونبدأ بأول حاجة، انت شخص ما عندكش خطة. ادي اكبر غلط احنا بنعمله، احنا بنقبض ونصرف وخلاص، مش بنكتب احنا صرفنا كام ولا فين ولا في ايه حتى. وحساب كده اخر الشهر، اخر 30 يوم تيجي تحسب كده، تلاقي نفسك صرفت كام على الأكل، كام على القهوة. عرفت في ناس بتصرف 2000 جنيه في الشهر على حاجات ملهاش أي 30 لازمة. لو كتبت بس مصاريفك لمدة أسبوع صدقني هتنصدم، والله لا تنصدم. تاني حاجة، الفلوس لها وظائف. طب زي إيه؟ الفلوس مش كلها للصرف ومش كلها للادخار، كل جنيه في جيبك ليه وظيفة. جزء للأكل والشرب، وجزء للطوارئ، وجزء للاستثمار. والله حتى لو ببساطة شيء بسيط. وفي عندك جزء للمتعة والترفيه. لكن الكارثة انه احنا بنصرف على المدى الأول والمدى القريب مش المدى البعيد، وناسين الضروريات وبنصرف على حاجات ملهاش أي 30 لازمة. بنسيب الضروريات اللي احنا محتاجينها في حياتنا وبعد كده نبقى نتذكرها أو لما نتذكرها وبس كده. تالت حاجة، الراتب مش هو الحل. ناس كتير بتقولك أنا بقبض قليل، راتبي قليل، حاجات زي كده. ناس كتير دايما أو أنت بتكذب على نفسك، بتقول أنا لما أقبض كتير هعرف أعيش. والحقيقة إنه أنت لو مش عارف تدير 3000 صح مش هتعرف تدير 10000. المشكلة مش في الدخل، المشكلة في العقلية اللي هنا، عقلية الإنفاق ضد عقلية الإدارة. ودي حاجة مدمرة جدا لو انت حطيتها هنا. انا عايزك تاخد بالك من المصاريف الصامتة. طب زي ايه؟ عارف اخطر حاجة ايه هي؟ الحاجات اللي بتسحب منك فلوسك وانت ما انتش واخد بالك. اشتراكات التطبيقات اللي انت نسيتها هي بتتجدد مع نفسها، والتوصيات بتاعة الاكل والعروض اللي بتخليك انت تشتري حاجات انت ما انتش محتاجها اصلا، والحاجات دي بتاكل مرتبك بالبطيء وانت مش حاسس. خامس حاجة، اعمل نظام بسيط. طب زي ايه؟ بص بقى، ابدأ نظام 20 30 50. 50% للحاجات الضرورية. طب ايه هي الحاجات؟ المواصلات، الاكل، السكن، الكهرباء، النور الى غيره. 30% للمتعة والترفيه، و20% ادخار واستثمار وطوارئ. ابدأ بيهم وعدل عليهم بعد كل. حاسب دخلك، حاسب دخلك، بس اهم حاجة يكون في نظام. انا عايزك تحترم النظام وتلتزم بيه، مش تنظم وبعد كده تخلف بالنظام ده. لا، ال20% الموجودين للادخار والاستثمار والطوارئ انا عايزك تسيبهم ليهم. هم ليهم، ما حصلش معاك اي حاجة معرفتش تستثمر بيهم، اوعى تصرفهم، اوعى تصرفهم. لانك لو صرفتهم صدقني انت كده مش هتلاحظ. وعايزك لو انت لقيت نفسك بتصرف كتير ومش عارف ليه، راجع الكلام اللي فوق تاني. وصدقني انه احنا محتاجين نعمل زي نظام نمشي عليه علشان نقدر نوفر بفلوسنا. لان كثير من الناس بتصرف كتير وقليل على المدى البعيد والمدى القريب ومش عارفين هم بيصرفوا في ايه. بيقول لك احنا ما جبناش حاجة، هو راتبنا راح فين؟ فعشان كده الراتب بتاعك حافظ عليه. انا عايزك تراجع الكلام ده كويس، وان شاء الله هتشوف فعلا انه انت لازم تبدأ خطة وتبدأ نظام جديد، نظام 20 30 50 بإذن الله. وعايزك بقى تشارك الفيديو ده مع صحابك اللي دايما بيقولوا لك انه الفلوس ما بتبقاش في ايدي. واكتب لي بقى في الكومنتات يعني ايه الحاجة اللي ناوي تبدأ بيها. وعايز اقول لك انه احنا الحلقة دي هدفنا منها انه مثلا احنا منصة رمز الفكرة، منصة بتجمع بين الابداع، تطوير الذات، نجاح مالي. تمام.
اتعرفنا انه المنصة دي بتجمع بين 3 حاجات. النجاح المالي ده جزء من الفيديو ده، يعني النجاح المالي ده جزء منها، جزء إدارة المال. فاحنا محتاجينكم تديروا فلوسكم شوية شوية على البطيء، بحيث انكم تقدروا توفروها. انا شخص منشئ محتوى، محتاج اجيب عدة تصوير. انا كل يوم بمسك الورقة والقلم واقعد ادون واكتب بالعدة اللي انا بجيبها علشان اقدر اوفر واحافظ. وفلوس الطوارئ وكده لا، انا بجيب بها عدة التصوير، انا كده استثمرت فيها، مش انفاق على شيء معين. تمام، انت هتقول لي انت انفقت الفلوس بتاعتك. لا، انا انفقتها على شيء استثمار وليس، يعني انا كاتب مثلا الاكل والشرب كانت اول خامه ولها 50%، هاجي احط كمان فلوس الطوارئ على الاكل والشرب؟ لا، ده ما ينفعش. استثمار زي عده التصوير، اني استثمرها في شيء معين. تمام. فهي دي كانت حلقتنا للنهارده. اتمنى من كل قلبي انه تكونوا استفدتوا منها، لان فعلا طلبت منا كتير جدا، وانتوا دايما بتقولوا لنا طب اعملوا لنا حلقه عن اداره المال، ازاي ندير فلوسنا. ادينا عملنا لكم حلقه، ولا تزعلوا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. شكرا للجميع. منصه رمز الفكره، المنصه اللي بتجمع بين الابداع، تطوير الذات، النجاح المالي. ما تنساش الاشتراك. باي باي.